نعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا، ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء، نفوق من الكابوس وناخد دروس ترقي النفوس مع المصطفى. مع المصطفى. ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، في هذا اليوم سنتكلم إن شاء الله تعالى عن عداء الكفار للمسلمين، فهذا أهم أصل من أصول دين الإسلام. من قال لا إله إلا الله فلا بد أن يعادى من الكفار. والمتأمل لحياة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه كان محبوبا في قومه، بل إنه كان أحب الناس إليه. بل إن أبا لهب لما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم أن جاريته أرضعته قال لها أنت حر. أول ما عرف أبو لهب أن أخاه عبد الله هو والد النبي صلى الله عليه وسلم وكان مات قبل أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم، لما عرف أنه ولد له ولد فرح جدا. فلما علم أن جاريته ثويبة أرضعته قال لها أنت حر. ولما كبر النبي صلى الله عليه وسلم وتزوج بالسيدة خديجة وأنجب، خطب ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم لولديه عتبة وعتيبة. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مكروها قط، بل كانت أماناتهم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم الرسالة ناصروه العذاب، وأمر أبو لهب وهو عمه أن يطلق ولداه ابنتي النبي عليه الصلاة والسلام. ولما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام قام أبو لهب وقال له تبا لك، للنبي صلى الله عليه وسلم، تبا لك سائر اليوم يا محمد، فلهذا جمعتنا. وتأمل النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع في فتح مكة
ووقف عليه يدعوهم إلى الله فشتموه. فلما رجع وفتح مكة قال: لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ونبينا صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه الأمين جبريل في غار حراء وقرأ عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخر الآيات، وذهب إلى البيت، وذهبت أمنا خديجة رضي الله عنها وجاءت بابن عمها ورقة ابن نوفل، قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما بشره بأنه سيكون خاتم الأنبياء والمرسلين، قال: يا ليتني فيهم جدعا إذ يخرجون. جدعا، الجدع اللي هو الشاب، ولذلك تجد في كتب الأضحية يقول إيه؟ والجدع من الضأن 6 أشهر، يعني الخروف اللي عنده 6 شهور يقال عليه جدع، يكون شباب يعني. يا ليتني فيهم جدعا إذ يخرجون، يعني يا ريتني فيها شباب وقوة، إذا لأنصرك نصرا مبزرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمخرجين هم يطلبون بعدوني؟ مش ممكن، ده الناس كلهم بيحبونه. فقال: ما جاء أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي. القضية ليست أنت فقط، كل الأنبياء كده. وبأي شيء جاء محمد عليه الصلاة والسلام؟ القائل: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. إنما جاء صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق وبصالح الأخلاق. لكن هذه سنة كونية أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يكون الحق والباطل متدافعان إلى يوم القيامة. وقد أكد الله سبحانه وتعالى هذا المعنى في آيات كثيرة لا تكاد تحصى. قال الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فهذا العذاب واقع لا محالة. نقول هذا الكلام لأن البعض يظن أن هذا العذاب لا يوجد. هذا غير صحيح. الحق والباطل متدافعان إلى يوم القيامة. والمنافقون هم شر الكفار الذين يوالون الكفار ويناصرونهم ويؤازرونهم. وكنت أقرأ في كتاب مدارج السالكين فاستوقفتني العبارة للإمام ابن القيم يقول فيها: كاد القرآن كله أن يكون فيه، يعني بالمنافقين. فقلت: طيب أراجع المصحف في ذهني أشوف أول سورة بعد الفتح البقرة، تجد ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن المؤمنين في 5 آيات وعن الكفار في آيتين، وبعد كده يتكلم عن المنافقين الصفحتين، وبقي القرآن يتكلم على حال المنافقين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. فالمنافق يظن أنه يخادع الله سبحانه وتعالى وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. طيب، تنزل من سورة البقرة بعدها سورة آل عمران، تكلم عن تخذيل المسلمين وعن هؤلاء المنافقين، فقال: الذين قالوا
الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. وأيضا قالوا في نفس السورة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. والأعمار لا تتقدم ولا تتأخر، يا إما يموت شهيد يا إما يموت في ضيس. هو الأجل محدود منذ أن نفخ فيه الروح، لا يتقدم الأجل ولا يتأخر. الله سبحانه وتعالى يقول فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. ده العمر مش معدود باليوم، ده معدود بالنفس. هيجي ملك الموت يقول له خلاص ما عادش ليك تتنفس، لحد كده وفات خلاص. فما يظنش حد ان هو هيموت ولا يشعر. تجد بعد ذلك بعد سورة آل عمران تجد سورة النساء التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. والمتأمل سبحان الله في آيات المصحف في القرآن يجد كل آيات المصحف بلا استثناء إذا جاء العذاب للكافر والمنافق يجيب المنافق الأول. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم. جاب المنافقين والمنافقات الأول ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. آخر سورة الأحزاب جاب المنافقين برضه الأول ليعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. في سورة الفجر كل الآيات دي ربنا يجيب المنافق الأول، حتى ان ربنا سبحانه وتعالى يقول هم العدو فاحذروا قاتلهم الله أن لا يؤفكون. كأن لا يوجد عدو إلا هؤلاء المنافقون. ونرجع لحديثنا القرآن عندما تكلم عن هؤلاء في سورة النساء يبين الله سبحانه وتعالى في هذه السورة يقول وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. يعني إيه؟ مش عايز يسمع. يعني إيه يقول النبي عليه الصلاة والسلام بس خلاص ما تكترش اسكت. ألم تؤمن بهذا النبي؟ ألم تؤمن بهذا القرآن؟ يقول لك قال الله وقال الرسول. طب انت عايز اقول قال مين؟ بلاش يا عم قال الله وقال الرسول قولهم باطل. طب انا اجيب قول مين؟ سبحان الله. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله القران والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا. بيقفل الباب من اصله مش عايز يسمع. مع ان القران ربنا بيقول قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. مش عايز يسمع أصلا كأنه طعن في ودانه. ولذلك ربنا أيضا قال في سورة النساء بين الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. تنزل من سورة النساء اللي بعدها سورة المائدة فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. ولذلك ربنا ما عذرهمش، لأن بعض الناس يقول لك إيه طب الحاكم خايف يطبق الشريعة لحسن يستعدي عليه بلاد الكفار. هذا لا يعذر. وهم الكفار الأوائل كانوا خايفين من إيه؟ عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد إني رجل أخاف الدوائر. أنت منتصر النهارده ممكن تنهزم بكرة. طب يعني إيه؟ لا لو أنت انهزمت بكرة كان الكفار حبايب وأمريكا صاحبتي
واليهود حبايب، فقلت انت الكلام ده اهو تاني. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه. ليه؟ يقولون نخشى ان تصيبنا دائره، يمكن الدائره تطول علينا. فلم يعذرهم الله سبحانه وتعالى ما اجدهم مؤمنين. ومن العجيب ان هذا الرجل عبد الله بن ابي بن سلول راس المنافقين كان كل جمعه يطلع يخطب ويقول للناس هذا رسول الله اكرمكم الله به فاتبعوه، وهو منافق. لما اجوا عند ساعه الجد وخرج النبي صلى الله عليه وسلم لقتال المشركين، رجع بثلث الجيش، رجع بثلث الجيش وانهزم المسلمين، وشج راس النبي صلى الله عليه وسلم الشريف، وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، وضرب على عاتقه فمكث يشتكي منه شهرين عليه الصلاه والسلام. رجع هذا المنافق بثلث الجيش وحصل للمسلمين ما حصل. فلما قام ليتكلم كما كان يتكلم اخذوا بثوبه بطرف ثوبه وقالوا اجلس اي عدو الله لست لهذا باهل وقد صنعت ما صنعت. فالذين يفضلون الناس عن دين الله سبحانه وتعالى حقيقون بأن يقال لهم هذا اجلس أي عدو الله لست لهذا بأهل وقد صنعت ما صنعت. جابر بن عبد الله رضي الله عنه في هذه الغزوة لما قتل هذا الرجل عليه من الله ما يستحق المسلمين في أحد، قال جابر لابنه يا بني لي بنات، وكان ليس له إلا جابر فقط، ما عنده لا تكون إلا هو. فقال أنت تقتل أخواتك، والله لولا أخواتك لقدمتك لتقتل بين يديك. ومش معنى كده بكرهك عايز أخلص منك ومواتك، لا. فلا يوجد أحد على وجه الأرض أحب إلي منه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تبقى أنت لأخواتك. فخرج يقاتل الكفار، فلما رجع المنافقون دعاهم ليقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى عبد الله بن أبي بن سلول وقال يترك قولي وينزل على قول الصبيان. لازم يلاقيه عيد برضه يطلع، مش هيقول لك انا كافر، ده ما ينفعش. يسيب كلامي ويروح على كلام العيال، خلاص بقى هو يستاهل بقى اللي يحصل. فقال اللهم اني اعتذر اليك من
فأراد الله سبحانه وتعالى أخذ موقف حاسم. كلام اللي هو الحلول الوسطي هذا لا ينفع، هذا لا ينفع. دين ربنا سبحانه وتعالى واضح. ولذلك قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لتلميذه صلة بن أشهب: إياك والتلول فإن دين الله واحد. إياك والتلول فإن دين الله واحد. مش تبقى النهارده كلام وبكره كلام، لا. عداء الكفار واضح لأهل لا إله إلا الله. والمنافقون وما أكثرهم يتعللون بعلل لا حصر له. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه في حديث توبته الحديث الطويل: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد الروم ونصارى العرب. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليجاهد الكفار من الرومان ومن النصارى، وتخلف عنه من تخلف وخرج معه من خرج. خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم 30,000. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل هؤلاء. جاء هؤلاء بالأعذار التي تسمعها الآن. يقول لك احنا مش قد الكفار عددهم كبير وانت دلوقتي لا تستطيع. نفس العلم لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. يعني لو المسألة سهلة وان عدد المسلمين كبير وقوتهم أكثر والكفار ضعفاء والغنيمة كبيرة لكن اتبعك المسلم والمنافق. لكن لما المسألة يكون فيها خطر لا يخرج إلا من باع نفسه لله. هذا القسيس الذي خرج على البلد من أيام وحرق المصحف في ميدان عام أمام الناس. قلنا لا، أصل دول مدنيين، دول ما لهمش ذنب. ولما رسموا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرسوم المسيئة، يرسموا حيوان، يرسموا قرد، يرسموا بتاع، ويكتبوا عليه اسم النبي عليه الصلاة والسلام. ورسموا رجل العلمة بتاعته قنبلة وأن دين النبي عليه الصلاة والسلام يعني. فيقولون ببابا الفاتيكان عليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة. فيقول: من عرف سيرة محمد علم أن لا توصل عمامته عمام حمامة سلام. يعني أنت عايز محمد عليه الصلاة والسلام. وطبعا هذا الكلام قيل من النصارى من الكفار، يقولون: الذي يقول وجعل رزقي تحت ظل أمي، عايز ترسمه إيه يعني؟ وكما قلت بعض النصارى يقول هذا الكلام، هو الفاتيكان يقول من قرأ كلامه لا يمكن يرسم عمته إلا قنبله. فهو إرهاب ولذلك لا توجد نصراني إرهابي ولا يهودي إرهابي ولا هندوسي حتى من اللي بيعبد البقر إرهابي. أمال مين إرهابي؟ صاحب اللحية المسلم المتدين اللي بيصلي على طريق المسجد، هو ده الإرهاب. والمسلمون ماذا صنعوا؟ ما زالوا يتكلمون. يعني الصالح فيهم دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك بردت العواطف وكل شيء راح لحاله. لا نعرف احدا رد عليه ردا ذريعا الا الشيخ اسامه بن لادن رحمه الله تعالى. قال في خطاب له تحت عنوان: فلتذكرن امهاتنا ان لم ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله معز من أطاعه ومذل من عصاه، من اتقاه وقاه، ومن استعان به نجاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أحسن كل شيء خلقه وهداه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرحمة المهداة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة الكرام، سيرة هذا البطل من الوفاء أن يذكر مناقب هذا الرجل وما قدمه لدين الله. فبعض الناس يتكلم فيه للأسف الشديد كلاما قبيحا لإرضاء أمريكا وعملائها، وإلا فكيف بجهاد النبي صلى الله عليه وسلم للكفار؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، في صحيح البخاري وصحيح مسلم، من حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه، سئل عن تبييت الكفار ويموت أطفالهم ونساؤهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم منهم. لقاعدين يجعجعون قتل المدنيين وقتل المدنيين. انظروا إلى الاحتفالات في أمريكا بموت هذا البطل المجاهد. ولله الدر، كان الشيخ أسامة رحمه الله يقول: من لم يكن بالقتل مقتنعا يخلي الطريق ولا يروي من اقتنع، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. وكان يقول: وخير من حياة الذل موت وبعض العار لا يمحوه واحد. وقال الذين سمعوه قبل أن يخرج لمقارعة الكفار يقول وفي يده الرشاش قاتل: قال: ومن أسلم الروح الكريم لربه دفعا لباطلهم فكيف يلام. وكان قبل ذلك يقول: ومن مات يسعى للمكارم يعذر. نعم، سعى للمكارم ولم يبلغ مناه، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم مات والإسلام لم يخرج من جزيرة العرب، ولم يمت أبو بكر رضي الله عنه إلا وجيوشه تحاصر فارس الروم. سمعنا الكثير للأسف الشديد حتى من بعض المشايخ يقول: هو مسلم لكن نخالفه في أشياء، ورجل نريد الخير ولكن نخالفه في أشياء، ورجل مجاهد لكن نخالفه في أشياء. ما هي الأشياء التي تخالفه فيها يا عبد الله؟ ما هي الأشياء التي تخالفه فيها؟ سبحان ربي العظيم. البعض يقول: هذا ليس وقته الآن. طيب متى وقته؟ أجمع علماء الإسلام، هذا إجماع من العلماء، لم يقل أحد قط بغير هذا الكلام: إذا داهم الكفار أي بلد مسلم وجب الجهاد على الأقرب فالأقرب حتى يعم الأمة كلها، حتى يعم الأمة كلها. الأمر الثاني: العلماء في فتاوى الجهاد كما قال شيخ الإسلام 3 أقسام. في فتاوى قسم عالم بالشرع غير عالم بواقع الجهاد، يعني ما بيحاربش، ما مارسش الجهاد ممارسة عملية. وقسم مارس الجهاد ولا علم عنده شرعي، وقسم عنده علم شرعي ومارس الجهاد. الثالث فقط هو الذي يؤخذ بفتاويه، يعني عالم وارع تقي يعلم في الدين ما لا يعلمه غيره، إذا لم يكن مارس الجهاد هذا لا يؤخذ بقوله. طيب مجاهد وعارف فنون الحروب وكل حاجة لكن ليس عنده علم شرعي لا يؤخذ بقوله أيضا. لازم يجمع بين الأمرين، وهذا الرجل فيما نعلم جمع بين الأمرين وشهد له جميع العلماء. وعندما كان بعض الناس يقول: ماذا قدم أسامة بن لادن للإسلام؟ ولا أدري هذا جاء من أي مكان. هذا الرجل قاتل الروس 20 سنة وقاتل أمريكا 15 سنة. متى قدمت أنت؟ هذا الرجل قدم ماله. أقل رقم قيل في ثروة الشيخ أسامة، أقل رقم قيل 300 مليون دولار. هذا الفلوس اللي في إيده، فضلا
فالإنسان يحشر على ما بعث. يأتي أسامة كما جاء عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه عندما مات في أحد، وكان جابر يكشف عن وجهه الثوب ويقول ويبكي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ابكيه أو لا تبكيه، فوالذي نفسي بيده ما زالت الملائكة تطله بأجنحتها حتى رفعته. قال له أتدري ماذا قال الله سبحانه وتعالى لأبيك؟ لم يكلم الله سبحانه وتعالى أحدا إلا من وراء حجاب، إلا أباك كلمه كفاحا، يعني ربنا كلمه بنفسه. قال له تمنى علي، نفسك في ايه؟ قال أن أرجع فأقتل في سبيلي. فقال سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. فقال يا رب أن تخبرهم بأني هنا حي مرزق. فأنزل الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لما مات بعض الصحابة وجاءت أمه تبكيه، وكان قتل بسهم خطأ، وسألت أمه في الجنة، كان اسمه حارثة. قالت يا رسول الله حارثة في الجنة أو في النار؟ وهو موجه كفار، يعني ما تعملش حاجة، يعني موجه كفار وكذلك سهم من المسلمين في غرض أول. فقال إنها جنان وإنه أصاب الفردوس داعي. فكيف بالذي قارع الصليبيين أعداء الله سبحانه وتعالى ونازلهم؟ وكان رحمه الله يقول شتان شتان بين من ينظر إلى ساحات الجهاد ومواقع الإعداد على أنها مفارقة للأهل والأوطان ومغامرة بالنفس ومخاطرة بالنفس والمال، وبين من ينظر إليها على أنها سوق الجنة مفتحة الأبواب يخشى إن تأخر ساعة أن تغلق دونه، أو يكون ممن قال الله فيهم فكره الله انبعاثه وقيل اقعدوا مع القاعدين. والله هو حقيق بقوله الذي رد به أبا مصعب رحمه الله: مضى أسامة رافع الرأس عزيز النفس عزيزا على الكافرين رحيما بالمؤمنين حرا أبيا كريما وفيا، لم يعط في دينه الدنية ولم ينم عن الضيم أبدا ولم يداهن في الحق أحدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمه بما تمنى فيتقبله في الشهداء، وأن يجزل له المثوبة والعطاء، وأن يحسن لنا ولذويه العذاب. هذا البطل قدم لدين الله ما لم يقدمه غيره، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا في زمرته تحت إمام المجاهدين صلى الله عليه وسلم الذي خرج جهادا من أجل هذا الدين ومن أجل نصرة هذا الدين